حبايبنا اولى سنه وايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. وصلنا لليالي الامتحان وعايزين فيديو قليل يلخص قصتنا The Old Man and the Sea بشكل حلو. فيلا بينا كده نقول الاحداث شابتر. وانا بشرح الاحداث هقول لك ان الجزئيات دي مهمه فتتك عليها عشان هتلاقيها موجوده عندك بكره في الامتحان. يلا بينا. بعد يوم طويل وعناء وبعد المعركه، سانتياغو كانت ايديه كلها قط واسوالد مورمه، كان ظهره مش قادر يتحمله. الالام دي كلها بعد الصراع مع سمكه المارلين. الاسكاف بقى المركب الصغير بيتحرك ببطء ناحيه الشاطئ. جنب المركب في اهم حاجه في الشابتر، السكيلتون، جمجمه سمكه المارلين. البحر هادي قوي كانه خد الحاجه اللي هو عايزها، والهيكل العظمي واضح ولامع تحت ضوء القمر. ومع وجود الفجر الصيادين بدأوا يبصوا لسانتياغو نظرة غريبة، بعضها كان بفخر ومدح والآخر سانتياغو مش فاهمه، بس هو ما عندوش أي مبالاة. هو رجع من المعركة وريحة وطنه مليت قلبه. هو فرحان بالعودة تاني لقريته، وعلى الرغم من ضعفه وإرهاقه الشديد ولكنه قام بقوة، شايل الماست الصاري على كتافه ويمشي خطوة خطوة. طبعا الكاتب هنا ذكر لنا إن الليل كان لونج أند هيفي عشان يأكد إن المعركة استمرت وقت طويل، ويأكد عن شدة الفيزيكال بين الألم الجسدي اللي كان عند سانتياغو. تعال نكمل، ولكن تعال نتخيل كده ليه السكيلتون الجمجمة اتذكرت في القصة. السكيلتون دي كانت رمز ايه يا مستر؟ رمز لايه؟ للانتصار، للفيكتوري واللص والهزيمة. انتصار لأن ده اللي بيثبت للناس إن أنت كنت بتواجه سمكة المارلين، ولكنها هزيمة لأن أنت فقدت كل اللحم بتاع السمكة دي. زي ما الكاتب وصفها بالظبط، هي victory mixes with defeat، انتصار ممزوج بهزيمة. أهل القرية فضلوا سايلنت، ساكتين ومتجمعين، والصيادين بيقيسوا الجمجمة بحبال. أهل القرية فاهمين قد إيه صعب جمجمة بالحجم ده، يبقى ده معناها إن كان في سمكة مفترسة فعلا. أهل القرية بدأوا يكونوا براود، فخورين بأن ابن قريتهم هو اللي كان بيواجه سمكة المارلين. وعلى الرغم ان السياح اللي انت شايفهم قدامك دول قاعدين في الكافيه بيضحكوا، لان هم مش عارفين اصلا القيمه او الفاليو بتاعه الجمجمه دي تبقى ايه. وسط كل ده سانتياغو نايم مرهق، جسمه كله ما فيهوش حته سليمه، وجنبه المخلص مانولين اللي كان بيعامله دايما لايك هيز جراند فازر، كانه جده بالظبط. مانولين وعده ان هي ويل نوت هانت الون، عمرك ما هتصطاد تاني لوحدك، من هنا ورايح انا رجلي على رجلك. سانتياغو قال جمله عظيمه جدا، ان الترو سترينث، القوه الصحيحه، موجوده فين؟ في الهارت، في القلب، مش في الارمز. هي مش بالعضلات ومش بالدراع يا عم مانولين. انا الناس كلها كانت بتسخر مني، ولكنك عارف انا عملت ايه بالظبط في المعركه دي. الصيادين اللي كانوا بيقولوا عليا سالو الشخص الاكثر نحسا في القريه، بقيت بالنسبه لهم بريف، شجاع، هيرو، بطل. بقوا يبصوا لي بريسبكت، باحترام، وده ممكن يكون كفايه عندي. وهنا الفاليجرز سكان القريه فهموا بجد اللي حصل والمعركه، وتريتد سانتياغو ويز ريسبكت. ولكن السياح خدوها جاست فور فن، ان دي جمجمه وتعالى نضحك كده ونتصور جنبها. مانولين هنا في الشابتر ده كان بيرمز للليالتي، الاخلاص والولاء لسانتياغو. مانولين بيجهز عده الصيد وبيروح لسانتياغو اللي بيقضي يوم كامل في تعليمه، learn like، يتعلم كأنه سمكة بالظبط. وده كناية عن قوة سمكة المارلين واللي عملته في دماغ سانتياغو اليوم ده كله قضاه في تعليم مانولين، وبالليل رجعت الأسود في أحلامه من تاني، ورجع يحلم بالصيد تاني في أفريقيا. أهم حاجة نتعلمها من الشابتر ده إن لازم إن أنت تكون well prepared، تحضر الحاجة جيدا، عشان السكسس بيجي من الجود بريبريشن، النجاح بيجي من التحضير الجيد. سانتياغو علم مانولين البيشنس، الصبر، وما يستعجلش، ومانولين نجح واصطاد سمكة التونة. مانولين حس بالفخر، بالبرايد والاتشيفمنت والانجاز اول ما قرر يمسك سمكة كبيرة، وكأنه شايف الرول موديل قدوته سانتياغو قدامه، وان هو يسير على خطاه ولكن في سن صغير. قال له خلي بالك، البحر ده جينيرس كريم قوي، بس البحر قلاب تشينجبل. اهل القرية لاحظوا ان سانتياغو ما بقاش لوحده، وبقى دايما معاه مانولين، وابتدى يحلم تاني بالأسود الصغيرة اللي بترمز للياث للشباب، الهوب، الأمل، والإنسبيريشن، الإلهام. مانولين طلب إن سانتياغو يحكي له قصة عن الأسود، فقال له
ان الاسود اللي موجوده على الجولدن بيتشز اوف افريكا في شواطئ افريقيا هي fearless، عمرها ما بتخاف، هي مليئه بالهوب وقويه جدا very strong. سانتياغو حذر منولين انه ما يحاربش البحر بانجر وغضب، ويحاربوا دايما ببيشنس بالصبر. الاسود كانت هي تقريبا اسعد واقوى فتره في حياه سانتياغو. القريه مليانه كلام عن هيكل مارلين اللي بيلمع في الشمس. سانتياغو ماشي ببطء على الشط. جهزوا هو ومانولين المركب ورجعوا للبحر. سانتياغو قال ان البحر ده هو المدرس اللي بيدي المعلومات او الطعام، وبيديك القوه وبيديك معنى ان انت ازاي تعيش. تعال بقى اقول لك تحليل الشخصيات الكامل ده عامل ازاي. اهم شخصيه عندنا في قصتنا هي سانتياغو The Old Man، الراجل العجوز. تبقى عارف ان هو كان patient صبور، تبقى عارف ان هو كان determined عنده عزيمه، ان هو عمره ما فقد الامل وفضل ماشي ورا حلمه لحد ما اصطاد السمكه الكبيره المارلين. ودي من الشخصيات اللي في قصتنا. على الرغم ان سانتياغو فقد السمكه وحصل على الجمجمه، ولكنه كسب الديجنتي كرامته وكان براود بنفسه. الشخصيه اللي بعديها هي مانولين، اللي كان شاب صغير لويال مخلص جدا لسانتياغو، شايف فيه كانه جده بالظبط، عنده كتير جدا من اللويالتي والديترمينيشن ان هو يساعد سانتياغو. ايه بقى الاسئله اللي ممكن تجيلي في الامتحان؟ تعالى كده لما اقول لك. انا بالنسبه لي اهم سؤالين، سانتياغو كان شعوره ايه؟ ان هو حس ان هو فيكتوريوس منتصر، ولكن ديفيتد. منتصر عشان كود فش لقط السمكه ومسكها، وديفيتد عشان هي بقت سكيلتون. سؤال سكان القريه الفاليجرز والتورسس، ناس اتعاملوا مع سانتياغو بريسبكت اللي هم سكان القريه، والتورسس افتكروها جاست فور فن. ازاي سكان القريه اتعاملوا مع سانتياغو بعد المعركه؟ اتعاملوا معاه ويز ريسبكت. ايه الدرس اللي نتعلمه من القصه؟ البيشنس، وده درس مهم جدا. في ليالي الامتحان على اليوتيوب انا ما نسيتكش، وفي الفيديو الخاص بليله الامتحان هتلاقيني حلت لك اهم الاسئله على القصه. وده كان ملخص سريع كده، لعل وعسى تكون استفدت.